من فعاليات المدى الثقافية. اليوم نستعيد معا شمران الياسري بكل ما يعنيه شمران الياسري من اسم ورمز وقيمة. هذه الشخصية التي تركت أثراً كبيراً في العقل الثقافي وفي العقل السياسي وفي العقل الوطني، فهو كان حالماً كبيراً ومناضلاً مؤمن بإنسانية النضال. يعني مرتبك ومحرج لسببين: الأول هذا الحضور الجميل، وثانياً لأنه يعني يستحيل يعني أنطي صورة عن شمران الياسري، بس راح أبذل جهدي في هذا المجال. هو بالحقيقة هاي أولاً المناسبة بذكرى ذكرى وفاته. نهاية الأربعينات انفتحت مدرسة حمورابي في ريف الكود في شاخة 8، وصار يروح يوصل أخوي الكبير الراحل جبران، يوصل المدرسة وسوى علاقات ويا المعلمين، وبدأ يتعلم إلى أن حتى تعلم إنجليزي ودرس امتحانات خارجية وخلص ابتدائية. فهو يعني هي قصة حياته بالحقيقة بهذا الجهد اللي بذله من فلاح. حتى الدكتور جمال العتابي والأستاذ فايز بطي يقول بعدين قلت له: منو جنابك؟ شو اقدر اخدمك؟ قال: اني شمران الياسري ابو قاطع. يقول: قلت له احكيها بصراحة لعد من البداية. مبدع عراقي كبير هو شمران الياسري ابو قاطع. لا اعتقد ان هذه القامة الكبيرة يمكن ان يغيبها النسيان، لأنه دائما في الذاكرة ودائما يمتلك هذا الحضور في ذاكرتنا وفي وعينا. لن أتحدث عن أبو قاطع على الحكاية بوصفه روائيا، لن أتحدث عن ذلك لأن هذا يحتاج إلى جهد كبير، وأعتقد أني شخصيا بوصفي ناقدا للرواية وللقصة قصرت شخصيا في الكتابة عنه، وأعتقد أن الزميل الوحيد الذي كان منصفا في ذلك هو الصديق الدكتور شجاع العاني، الذي كتب عنه دراسة أكاديمية أعتقد أنها الأولى وربما الأخيرة في مجال البحث الأكاديمي. هي راح تسمع نهائيا، لأن الأكاديمية العراقية جزء من الخراب العراقي العارم. أبو قاطع امتاز باثنين: دائما يظلم شمران الياسري بغطاء الأيديولوجية، هو أكبر. لو لم يكن موهوب الحزب الشيوعي ما يسويه. الأحزاب ما تجيب موهوبين، تجيب مناضلين، تنجب شهداء، تنجب مقارعين للأنظمة السياسية، لكن الموهبة ما حد يصنعها إلا من كان هو موهوب. على المدى أن نلتقي بين الحين والحين لإحياء ذكرى واحد من رموز الثقافة والنضال والإبداع العراقي، ومنهم الأستاذ شمران الياسري المناضل والكاتب والأديب. حقيقة أول مرة تعرفت على شمران الياسري قراءة أخي الشيوعي، كان يجلب صحيفة صغيرة عنوانها اتحاد الشعب، والكلمة الكبيرة عن السنة الابتدائية اتحاد الشعب بالأحمر وفي إطار، وبالأخير أكو مقالة. أول مقالة وقع عليها يعني مكتوب عليها: قوم تشاودت ما ذلت. صمت شوية وجان، يعني الواحد حتى يقدر يحكي مع نفسه. من المستحيل أن تنسى الثقافة العراقية شخصية فذة ومناضلة حقيقية وكاتبة من الدرجة الأولى مثل أبو قاطع. وأبو قاطع ليس يعني كاتب رواية أو كاتب حق العمود صحفي، وإنما هو تيار من المعرفة، هو مشروع متكامل.